صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السعاده والتفاؤل على احلى اخوات في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا الكهرباء قطع عندنا وطبعا بصور لكم على نور البلكونه. عايزه اقول لكم انا لابسه وهخرج اروح اجيب، ناقصني شويه خضار. والولاد طالبه اكل يعني معين ان انا انزل اشوفه، لو لقيت المحلات فاتحه اقدر ان انا اجيب. واخده معايا الفلوس، وخدي يا سمسم الفلوس بتاعتك، واخده 10 جنيه عشان اجيب حلاوه. سلم عليهم، قول لهم باي باي. كلهم في المدرسه. عمرو وجنى في المدرسه، مفيش الا القرد ده هو اللي قاعد معايا وهاخده بقى معايا. قول لهم باي، قول لهم انا فاشل مش بروح دروس ولا بروح في حته. انا فاشل مش عارفه الدروس. لا بيكرر الكلام. عايزه اقول لكم انا هوديه درس، بس يعني مش مرتاح مع المدرسه اللي انا كنت بديله معايا. انا هغير المدرسه وهبقى اوديه انا واجيبه، لان محدش فاضي بصراحه. ف يلا يا سمسم نروح نجيب ايه؟ انا هجيب فانتاستيك بتاع الشعريه دي. قصده ايس كريم اللي هو اسمه فانتاستيك او حاجه زي كده، واللي هي وحلاوه شعريه. تمام يلا بينا. يلا يلا تعالى نلبس. يلا سيب التليفون هنا بتاع عمرو. فهننزل بقى ونيجي نكمل شغلنا لان الكهرباء قطعه، ومش عارفه قطعت النهارده بدري ليه. الحمد لله انا مش افتكرت المفتاح لان كنت هخرج وكنا هننسى ندخل ازاي. تمام. الله شوفوا الجو، شايفين الجو؟ يلا يا سمسم البس. لكم الجو جميل، الجو جميل. شو سمسم بقى بيجيب ايه؟ انت بتجيب ايه يا سمسم؟ عايز الكوتشي هو الاسود ده. الابيض في اسود؟ الاسود ده؟ الاسود خالص. الاسود خالص ده؟ اه ده؟ اه يلا يا روحي. لا نسيب التليفون هنا مش هناخده. طبعا الشنطه بتاعتي. انا مش واخده الشنط، انا رايحه فاضيه. الشنط ايه بقى؟ تعالى يلا نحطه هنا. اصبري يا سمسم، بس ده هالسريع كده يا بنات. يلا شطور. حط المفتاح في جيبه عشان لو ضاع مني مش هنعرف ندخل الشقه. انزل براحتك خالص. بقاله فتره متحمس وعايز يساعدني وينزل معايا ويجيب، فايه المانع؟ فاكرين شقتي القديمه؟ شقتي يا بنات اللي كنت بصور معاكم فيها روتيناتي زمان، بس مش نفس الباب انا خدته في شقتي اللي فوق. الله يرحمها حماتي كانت هنا، الله يرحمها يا رب. واخيرا الشارع. هاي مش عارفه اصور لكم في الشارع. عايزه اقول لكم الشوارع حلوه صح؟ هنا زينة رمضان. حد يسيب مامته ويمشي لوحده؟ استنى معايا. سمسم قبل نروح نجيب الخضار. نجيب الخضار؟ بالك الخضار؟ لا مش نجيب الخضار ونجيب فراولة ونجيب بطيخ وفجة ولا بتجيع معرفش. ماشي. ايوه عليكم السلام عليكم. اخيرا وصلنا. سمسم اداني المفتاح عشان ما يقعش. ايه سمسم انت زهقت؟ مش انت متشجع؟ شوفوا ما عادش قادره. جبت شويه الطلبات اللي جبت. حلاوه ايه؟ الشعريه ولا قلش ايس كريم؟ الجو برد والواحد مش لاقي. لا بقى تجربه حلوه. الواحد مننا ورايح ينزل يجيب حاجته يعني. احنا وجينا والكهرباء لسه قطعه. ماما بص لقيت ايه في الكيس؟ لقيت ايه يا روحي؟ ايه ده؟ شغل الكشاف. الله لقيت كيس عصير بيست بتاع زمان. انت كسبت عصير؟ بيجيب على طول الكاراتيه ده وبيكسب فلوس. بس اخر مره كسب النضاره كده وحاجات اللي بنت بتاع زمان. شطور يا سمسم. ماما قولي انت عايز ايه؟ عايز المونة ندخله من تحت. اسمه ايه؟
ايه قلت له انا عايز ايه؟ سلمون لما نحط عليه تحت. عايز اي شي ليمون؟ تعالوا انا اجيب لك. كهرباء قطعه والواحد. طب استنى نفتح نفتح الشباك. خد لك الشليمون. فين الشليمون بتاعت سيمس؟ ايه يلا يلا تعالى. شوفوا انا بحط بقى الفلوس بتاعتي بقى فين. الوحيد اللي عارف مكانها سيمس اهو. شوفوا انا واخده معايا فلوس كتير وفضل وجيت. تعالوا بقى بصوا يا بنات، معلش بقى لان انا مشغله الفلاشه الكهرباء قطعه، مش عارفه هتيجي امتى. اول مره تقطع بدري كده، بتبقى تقطع عندنا الساعه 2 وتيجي الساعه 4. المره دي قطعه من الساعه 9 ودلوقتي الساعه 11 ولسه ما جتش. جبت 2 اكياس بريل بقول واحد ب5 جنيه لان ما الجركن غلت يعني وكده. المهم جبت بريل سايب، انا كنت بجيبه زمان. لا مش عايزه ادوق، ما ينفعش اكل يا حبيبي. المهم يا بنات جبت ده ب10 جنيه 2. وجبت 2 كيلو رز. تمام. 2 كيلو رز بكام؟ ب30 جنيه. كيلو ب30 جنيه اللي هو الحبايه العارضه دي اهي، لان الشكاره طعمها حلو قوي. ماشي يا حبيبتي مش هنزعلكش. الله جميله عشان من ايدك يا سمسم. المهم يا بنات جبت 2 كيلو رز، كيلو ب30، لان الشكاره الكبيره ال 25 كيلو ب 800 جنيه. ما عنديش، مش لاقي حد بيبيع طماطم خالص. انا يعني قلت بقى ايه هقعد الف كتير ومعايا الشنط وسمسم طبعا لابخني. قمت جايبه ايه صلصه الطماطم دي عشان اعمل خضار. دي كانت ب 35، في منها ب 25 بس بقول له وحشه، فقلت له حتى نضيف. قام قال لي الماركه دي نضيفه لان مش لاقي طماطم. طبعا انا لسه ما فرستش طماطم خالص. يلا الحمد لله. المهم جبت ميكس تله لان سمسم يعني اوقات كده بصحى بالليل عايز سندوتشات شوكولاته، وجانا برضو عايزه للمدرسه، فجبت اللي هي دي ب 80 جنيه. مش عارفه شكلها اتغير، انا كنت دايما بجيب المربعه بس مش عارفه دي التقليد ولا لا. دي ميكس تله ب 80. وجبت اللي هو عبد المعبود ده اهو. جبت البن الساده الفاتح. انا بعود نفسي اليومين دول احب البن، عايزه احب اصلا القهوه، يعني بعود نفسي احبها عشان انسى بقى النسكافيه وانسى الكوفي ميكس وانسى الحاجات دي كلها. فقالوا لي عشان تبداي تحبيه هات البن الساده الفاتح، ما تجيبيش المحوج لان اصلا ما بحبش الحبهان، ولا تجيب الغامق صعب، فانا عايزه اجيب الوسط بس اما اتعود الاول على ايه، على اللي هو الفاتح الاول. تمام. دي كانت ب 55 جنيه. وجبت اللي هو الكوفي ميكس ده ب 110 او 109 حاجه زي دي ده. بس انا بصراحه انا هجيبه هبقى اشربه من كل فين لفين كده، انا ساعات انا ببقى مصدعه وطبعا ماليش علاج ان انا اخده، ولما بشرب الكوفي ميكس الصداع بيروح. فانا جايباه مش ان انا احطه قدامي ليل ونهار اشرب منه زي الاول، لا. من فين البيض خفت لا يتكسر. بصوا بقى جبت ب 30 جنيه بيض. ستة دول كنا بنجيبهم بجنيه، الله يرحم ايام زمان اهو. 6 بيضات ب 30 جنيه لان الطبق بكام؟ الطبق يا بنات استنوا اقول لكم، الطبق ب 150. دي يعني فرخه اهو. جبت فرخه 2 كيلو. طبعا الكيلو في الفراخ ب 97 جنيه. دي انقطعت 180 جنيه. وتشوفوها تقولوا ده عصفوره صغنونه خالص. فهجيبها هاخدها دلوقتي انضفها وعينها في الفريزر. وطبعا ولادي طالبين لحمه، بقالهم احنا ما كلناش لحمه بقالنا دلوقتي 6 شهور، من يوم ما كنت عامله عمليتي، يعني عمليتي دلوقتي تمت 6 شهور وكمان 10 ايام تقريبا او حاجه زي كده. بقالنا 6 شهور ما كلناش لحمه. فالمره دي قلت بقى انزل اجيب لهم نص كيلو. اللحمه رخصت، كان بيقول لي ب 380، كانت عندنا الاول ب 400 وحاجه، ب 430 حاجه زي كده يعني. فجبت نص كيلو اهو. حلو يعني. انا بقول لكم بصوا نازله معايا فلوس، رجعت بالحاجات دي. بس انا عايزه اعمل اكل حلو لاولادي لان من زمان نفسهم في اللحمه، وزي ما يكون دعوه وانا دعيتها. يعني انا اصلا ما بحبش اللحمه، قلت يا رب تغلى ومش عايزينها، وسبحان الله لما غلت بتجري الوقت وراها عشان اجيبها لاولادي. يلا الحمد لله. اول حاجه كده هعمل لي بقى حاجه اشربها الاول كوفي ميكس، انا عندي صداع صعب ومش متعوده ان انا انزل والحاجات دي، بس تجربه حلوه وهنزل على طول. شوف القرد بيديني ايه. سمسم انت عايز تاكل لحمه؟ لا انا بقول لك اما نيجي نتغدى يعني تاكل لحمه. ماشي. انت بتحب اللحمه ولا اروح ارجعها؟ بحبها. يعني انت بتحب اللحمه؟ ماشي روحي. يلا بقى نبدا ايه نطبخ. هاي.
احلى حاجه بقى ان انا فتحت كل الشبابيك بتاعتي الحمد لله، فتحتها كلها. فتحت شبابيك الاوض برضو خلوهم يتهووا. وعايزه اقول لكم الصاله بتاعتي عايزه تترتب ترتيب ما اقولكوش، بس انا مستنيه لما اخلص اولع على الاكل. طبعا كلنا عارفين طريقه طبخ اللحمه والخضار وكده. انا هعمل ان شاء الله كوسه، هولع على الاكل واجي انضف بقى الشقه وكده. اقول لهم الكهرباء لسه ما جاتش، الكهرباء لسه ما جاتش. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات، بصوا يعني انا بصور لكم دلوقتي برضو على نور الفلاش والكهرباء ما جاتش. وطبعا انا مش عارفه ان انا اصور لكم في الصاله وانا برتب الصاله، يعني لان طبعا ما فيش اضاءه ان انا اصور لكم عليها خالص. فقلت انزل لكم الروتين النهارده واشارك معاكم التجربه اللي انا عملتها النهارده. وزي ما انتم شايفين طبخت الكوسه وعملت الرز وعملت اللحمه دي. انا بعد ما سويتها في الشوربه عادي بطريقتها العاديه، كنت مشوحه بصلايه مع فلفلايه مع طماطمايه، وبعد كده انزل عليها باللحمه. بس المره دي زودت عليها بطاطسايه عشان اعرف اكل، بس لان انا ما باكلش النشويات، فقلت اكل كده كام قطعه بطاطس مع حته اللحمه بتاعتي واشارككم الاكل يعني وكده. فيا رب يكون الفيديو النهارده يكون بسيط كده وعجبكم، وقلت اشارك معاكم فيديو خفيف لطيف كده من واقع تجربتي اللي انا حصلت لي النهارده. فما تبخلوش عليا باللايك الجميل وكومنتاتكم الحلوه. وزي ما انتم شايفين سمسم بيعمل لكم باي. كان نفسي اشارك معاكم تنظيف الشقه واعمل معاكم حاجات كتير، بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه يكون تنظيف مع فرش الزينه بتاعه رمضان. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم رمضان يا رب بالخير واليمن والبركات. وصوت العيال بتوع الشارع بيلعبوا عاملين دوشه طبعا وانا بسجل.